كنت كلمتكم في واحد من الفيديوهات إن الحياة مش بتحذّر حد، خلّيني بقى أقول لك النهارده إيه هي اللحظات اللي جسمك محتاج إن هو يكون جاهز فيها، وخلّي بالك أنا هنا ولا جاي أنظّر ولا جاي أخوّف حد من حاجة، اللي هاقوله ده هي فعلًا لحظات حقيقية بتحصل لناس كتيرة تانية غيرك. 1 هي لحظة الحمل السريع، تخيّل لو ابنك بيقع من على كرسي وأنت لازم تلحقه، أو أمك تعبت مثلًا فجأة ومحتاجة حد يشيلها ويجري بيها على المستشفى، أو مراتك احتاجتك إن أنت تشيل حاجة تقيلة جدًا من فوق الدولاب ليها. اللحظة دي بتبقى محتاجة منّك قوة انفجارية للجسم زائد قدرة الحمل من زوايا غير عادية جسمك لازم يتعامل معاها. 2 هي لحظة الجري، تخيل لو ابنك في الشارع وطلع يجري ناحية العربيات وأنت لازم تجري تلحقه، أو في حصل حريقة عندك في البيت وعيالك مثلًا جواه وأنت محتاج تجري من 50 ل100 متر بأقصى سرعتك عشان تجري تلحقهم. المسألة هنا على فكرة مش مسألة لياقة، دي مسألة السرعة الانفجارية اللي بتيجي في أول 3 ثواني لجسمك بيكون شكلها عامل إزاي. تالت حاجة هي لحظة الدفع، تخيل لو باب اتقفل على حد عزيز عليك وأنت محتاج إن أنت تزقه، أو محتاج إن أنت تزق عربية وأنت لوحدك وما فيش حد حواليك، أو في حاجة تقيلة مثلًا واقعة على حد ومحتاج إن أنت تزقها. هنا جسمك لازم ينتج قوة دفع فورية ومركزية في اللحظة دي. 4 هي لحظة المسك والثبات، تخيل حد بيقع من على سلم وأنت بتلحقه، أو ابنك بيتزحلق مثلًا وأنت لازم تمسكه قبل ما يقع، أو لو واقف ما بين 2 بيتخانقوا وبتحوش ما بينهم، هنا جسمك بيكون بيحتاج إن هو يتعامل مع قوة خارجية جاية عليه بدون ما ينهار. 5 ودي آخر حاجة هي لحظة الاستمرار تحت الإرهاق. اللحظات ال4 اللي فاتوا على فكرة نادرًا لمّا بييجوا لوحدهم، دايمًا الحياة بتحطهم لك مع بعض بشكل من الأشكال، وساعات جسمك بيحتاج إن هو يأدي مهام مختلفة تحت الإرهاق. الضغط مش بس لحظة واحدة بتحصل، لأ أنت بتتعامل معاها ودايمًا ما بتجيلكش وأنت مرتاح. فإن شاء الله التمارين الجاية اللي هاوريها لكم هتساعدكم إن أنتم تتدربوا على اللحظات دي، وواحدة واحدة إن شاء الله هتبقوا جاهزين ليها. أشوفكم بكرة.